السلام عليكم. شفنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت طريقة المستاج وازاي استخدمناها بشكلها البسيط، وهو عن طريق ان احنا كنا بنباصي variable في الدبل براكتس بتاعتنا علشان نطبعها على الشاشة. في الحلقة دي عايزين نوسع الموضوع شوية ونستخدم الجافا سكريبت اكسبريشن، وهو اننا ازاي نستخدم مثلا ماس اوبريشنز مع الدبل براكتس بتاعتنا، او نستخدم التينري كونديشنز، او نستخدم السترينج فانكشنز علشان نحول الاوتبوت بتاعنا من شكل لشكل تاني. يلا نبدأ. اول حاجة هنستخدم الماس، والماس هنا علشان نعمل عمليات حسابية على الفاريبلز بتاعتي، زي مثلا الكاونت هنا قيمته ب5، فممكن اعمل عليه عملية جمع فنعمل +1 فيطلع 6، او ضرب 2 فيطلع 10. هنا طبعا فيو بتعمل ايفالويت للاكسبريشن بتاعي وترسم النتيجة على الشاشة. تاني حاجة لو عايز استخدم التنري، والتنري علشان اعمل كونديشن معين بناء عليه اطبع النتيجة سواء ترو او فولس. فهنا مثلا قيمة الاوكي لو بترو هطبع يس، لو فولس هطبع نو. كمان ممكن استخدم الميثود، والميثودز بتاعتي بناء على نوع المتغير هنستخدم كل الميثودز المتوفرة في جافا سكريبت. فهنا النيم هو string، فنقدر نستخدم كل الميثودز اللي موجودة في جافا سكريبت اللي خاصة بالسترينج، زي مثلا تو ابر كيس. فزي ما انتوا شايفين كده عندي امكانية كبيرة ان انا استخدم اكسبريشنز بطرق مختلفة علشان نخلي الاوتبوت بتاعي ياخد شكل مختلف. وزي ما استخدمنا الاكسبريشن مع الدبل براكتس فاحنا نقدر نستخدمها بكل بساطة مع الدايركتيفز. تعالوا نوضح الموضوع ازاي. اول حاجة لو احنا عايزين مثلا زي ما انتوا شايفين كده طريقة التمبلت ليترال عن طريق اللي هي الباك تيب، الاي دي بتاعي عبارة عن سترينج مركب، جزء منه ثابت وجزء منه متغير. فقدرنا ان احنا نعمل عملية التركيب دي بكل بساطة زي ما انتوا شايفين في الفي بايند، عن طريق طبعا زي ما خدنا قبل كده الدايركتيف البايند، ان هو النقطتين اي دي ايكوال السترنج بتاعنا. فطبعا دلوقتي فيو بتعمل ايفالويت للاكسبريشن ده وتروح تطبعه على الضم بكل بساطة. مثال تاني لو احنا عايزين ندي الكلاس بتاعنا على البوتوم بشكل دايناميك، فبناء على قيمة الاكتف ترو او فولس فهو هياخد الكلاس بتاعه ويبدأ يفعل الستايلز بتاعتنا على البوتوم ده. فزي ما انتوا شايفين كده بناء على قيمة الاكتف فبياخد كلاس اما اون او اوف. بيجي السؤال هنا ازاي نستدعي فانكشنز جوه التمبلت بتاعتي زي اي اكسبريشن احنا استخدمناه قبل كده. وطبعا زي ما انت شايف كده احنا انشأنا الفانكشن ديت وقدرنا ان احنا نستدعيها في التمبلت بتاعنا من خلال الدبل براكتس. فطبعا الفانكشن دي زي ما قلنا اي حاجة نستدعيها بين الدبل براكتس لازم تريتيرن فاليو. فهنا طبعا الفانكشن دي بتاخد مني سترينج وبتحوله لكابيتال علشان يتعرض على الشاشة زي ما انت شايف. بس خد بالك من حاجة مهمة خالص، ان الفانكشن دي ادامة هي بتتعرض او بتستخدم مع الدبل براكتس، فاي ريندر هيحصل على الكومبوننت بتاعي هيتم تنفيذ الفانكشن دي تاني. يعني بعدد مرات الريندر اللي بيحصل على الكومبوننت بيحصل تنفيذ للفانكشن دي، او بتغيير الداتا اللي بتحصل على الكومبوننت بتاعتي بيحصل تنفيذ للفانكشن دي. علشان كده لازما او لما نستخدمها بالطريقه البابليك دي فلازما الفانكشن بتاعتي تكون بيور. يعني ايه بيور؟ يعني ما يكونش مثلا فيها اي بي اي كول، يعني مش بنستدعي من خلالها مثلا او من كول الاي بي اي علشان ترجع لي داتا، لانها هتتنفذ بعدد المرات اللي هيحصل الريندر عندي للداتا بتاعتي. او مثلا بعمل تغيير للستيت معينة عندي في الكومبوننت. فده كله حاجات ناخد بالنا منها علشان عملية الريندر دي بتأثر على حاجات كتير عندي في الكومبوننت بتاعتي. في قاعدة مهمة خالص لازم نعرفها، اي حاجة جوه الدبل براكتس بتاعتي لازم تكون اكسبريشن بس، يعني حاجة بترجع قيمة. ما ينفعش يكون عبارة عن ستيتمنت. يعني مثلا ما نجيش في الدبل براكتس نعرف متغير نقول var e equal 1 مثلا، فده كده الفيو هترفضه لان ده عبارة عن ستيتمنت، استعلام، مش اكسبريشن هيرجع لي قيمة علشان اطبعها.
كذلك ما ينفعش مثلا نستخدم شرط بطريقة معينة اللي هو الاف والاف إلس وغيرها. يعني ما نقولش مثلا لو اف كذا ريتيرن كذا، لا ما ينفعش، ده كده برضو مش عبارة عن اكسبريشن. لكن نقدر نستخدم مثلا طريقة التنري، علشان من خلالها بنقدر ان احنا بناء على القيمة ترو او فولس بنطبع الاوتبوت بتاعي، وهكذا. يبقى لازم أن يكون اكسبريشن، ما ينفعش يكون ستيتمنت. ونيجي لنقطة أخيرة، هي استخدام الجلوبالز في التمبلت بتاعة الكومبوننت بتاعتي. وطبعا احنا عندنا الجلوبالز بتاعتنا بتنقسم لحاجتين: جلوبالز خاصة بلغة الجافا سكريبت نفسها، وجلوبالز خاصة بالبراوزر نفسه. فالجلوبالز اللي خاصة بالجافا سكريبت نفسها هي مسموح بيها أو نقدر نستعملها مع التمبلت بتاعنا بشكل مباشر، زي مثلا كلاس الديت والماث والنمبر والسترينج، دي كلها كلاسات وغيرها نقدر نستخدمها مباشرة مع التمبلت بتاعي. لكن الحاجات اللي خاصة بالبراوزرز زي الويندو وزي الاليرت وغيرها طبعا ما ينفعش نستخدمها مع التمبلت، لان ده هيعمل مشكلة مع فيو. لكن نقدر طبعا نستخدمها بطريقة بسيطة من خلال السكريبت سيت اب نفسه. يعني ان احنا نحطها في متغير، والمتغير ده من خلاله نقدر نبصيه عندي للتمبلت بتاعي. زي مثلا انا عايز اعرف الكرنت يو ار ال بتاعي اللي انا واقف عنده، فنقدر بكل بساطة كده عن طريق الاتش ريف او لوكيشن اتش ريف من اوبجكت الويندو نحطها في متغير ونبصيها للتمبلت بتاعي. او عايز اعمل اليرت مثلا، فنقدر برضو من خلال ميثود معينة بالايفنت بتاع الكليك نطبع الايه الاليرت دي. وطبعا ده كله فيو بتمنع استخدام الجلوبال اللي هي خاصة بالبراوزرز، علشان طبعا حاجات خاصة بالسكيورتي، وكمان في باجز معينة بتحصل بناء عليها، فعشان كده بتمنعها. عندنا كمان طبعا احنا ممكن نعمل كاستم جلوبالز خاصة بينا، نقدر نقراها على مستوى التمبلتس بتاعت الابليكيشن كله. وطبعا زي ما احنا فاكرين مع بعض في الابليكيشن انستانس كان في حاجة اسمها الكونفيج، اللي من خلالها كنا بنقدر نظبط الكونفيجريشن الخاصة بالسيستم بتاعنا، وخدنا مثلا مثال زي الايرور هاندلر. فعندنا حاجة مهمة قلنا ان هي هتظهر معانا خلال الحلقات بتاعتنا، وهي الجلوبال بروبرتيز. هنا بقى بنقدر نعرف الجلوبالز الخاصة بينا اللي كل التمبلتس تقدر تقراها. فهناخد مثال كده بسيط، فيه هيلبر بسيط هنعمله. وطبعا في ستاندر كده بنبني بيه الجلوبالز، هو ان احنا بنحط قبلها دولار ساين. فهنعمل هيلبر اسمه ماني، تمام، دولار ساين ماني، من بصيله قيمة الماني اللي احنا او البرايس او قيمة السعر يعني بتاع المنتج بتاعنا، علشان يديله فورمات معين. وبكل بساطة كده بنيجي في ملف المين دوت جي اس نعرف الهيلبر ده، وبعد كده في التمبلتس بتاعتنا بنقدر نقراه بكل بساطة.